تعرضوا للضغط تاع السوفي. تحيه حقوقيه جميع الهيئات اللي بدات الدعوه للحضور في النشاط النضالي. تحيه للمراسلين، تحيه لجميع وسائل الاعلام اللي جات تساهم في اليوم هذا. فكما هو معلوم انه هذا اللقاء هذا ولا اليوم التواصلي اللي هو عباره على جلسه ديال الاستماع اللي غتكون مجموعه ديال العاملات والعمال اللي تعرضوا للطرد تاع السوفي وتعرضوا لمجموعه ديال المسائل اللي داخل هذه الوحده الانتاجيه. في اطار المعركه النضاليه اللي تتاخذها هذه الفئه هذه مجموعه ديال العمال والعاملات ازيد من 40 واحد اللي تعرضوا للطرد تاع السوفي، فكانوا خداو وقفه احتجاجيه انذاريه امام البشويه ديال مدينه سيدي يحيى من اجل تبليغ رسالتهم، من اجل فتح باب الحوار معهم من اجل حقوقهم اللي مهضومه. فمن بعد هذه الخطوه هذه تجي الخطوه ديال اليوم واللي هي خطوه ديال انه من الاحتجاج غندوزو لنقطه اخرى، وهو تبليغ الاعلام والراي العام سواء المحلي او الوطني بملف هذه المجموعه هذه. وبالتالي فاليوم كما كان متفق مع الاخوات والاخوان انه غتكون جلسه ديال الاستماع من اجل تبليغ رساله معينه من عندهم للجميع. فمجددا احيي الجميع وتشكر الجميع اللي حضروا معنا وساهموا معنا في هذا اللقاء هذا. ونعطي الكلمه للاخ حميد هنكاره عضو كاتب محلي الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، واللي تنشكروهم اللي عملوا معنا من البدايه الى جانب الجمعيه الحقوقيه والى جانب المناضلين اللي الان اصبحوا مناضلين ماشي غير متضررين، بل لانهم فتحوا واحد الملف اللي ملف خطير هنا في المدينه ديال سيدي يحيى، ملف اللي تيجمع مجموعه ديال الحوايج من غير الاستغلال والطرد. كاين الفساد، كاين مجموعه ديال الخروقات بيئيه انسانيه داخل هذا المعدن هذا، اللي كاين واحد الطابو اللي ساد عليه، اضافه للفساد والصفقات اللي مشبوهه، واللي غنكونوا مضطرين باش اننا غنخرجوا هذه الاوراق كاملين فيما بعد. فيتفضل الاخ حميد.